السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة من القصص ديالنا. أنا عارف راسي غبرت عليكم، ولكن وجدت لكم شي قصص اللي غادي يعجبكم بزاف. القصة ديالتنا اليوم النهاية ديالتها إلا بقيتو كتسمعوا القصة الأخير، النهاية ديالتها غادي تكون نهاية صادمة جدا. قصة كتكلم على الصداقة، على القتل، وعلى الصدمة اللي كتخلي الإنسان يوصل بزاف ديال الحوايج. ما بغيتش نحرك لكم القصة، وإن شاء الله غادي نبداو دابا القصة. القصة ديالتنا كتبدا من واحد المخفر ديال الشرطة. واحد البوليسي جالس خدام، كيدخل عنده واحد المواطن، كيدق عليه، كيقول ليه السلام عليكم، بغيت نهضر معاك. بوليسي خدام كيقول ليه تفضل جلس، انا نسالي واحد الدوسي خدام فيه وانا نبدا معاك. كيقول لي لا عافاك، راه باغي نهضر معاك. كيدور البوليسي كيشوف فيه، كيلقى السيد مخلوع مصدوم، وكيقول لي عافاك راني باغي نهضر معاك، راه باغي نعاود لك. كيقول لي البوليسي يلا بدا عاود، شنو باغي تقول؟ قال ليه جيت نعترف ليك بواحد الجريمة انا اللي درتها. قال لي اش كتقول؟ ما تصدم البوليسي، كيفاش واحد السيد جاي يعترف بجريمة ديالو؟ قال لي انا جاي نعترف ليك بواحد الجريمة درتها، قتلت صاحبي. قال ليه واش متأكد من هادشي اللي كتقول؟ قال لي يا انا جيت عندك كنعترف ليك بلي انا قتلت واحد السيد اللي هو صديق ديالي. فهاد اللحظة البوليسي طرا عنده وبدا كيشوف فيه. قال لي عاود لي القصة بالضبط، عاود لي شنو طاري كامل بالضبط. اذا بالتالي دابا انا غادي نعاود لكم القصة باش تفهموا شنو طاري بالضبط. القصة كتكلم على جوج ديال الأصدقاء، واحد والصديق ديالو مشاو أنهم يخدموا في واحد المدينة اللي هي مدينة طنجة. جايين من واحد البادية، كل واحد جاي من بلاصة جمعتهم الأقدار أنهم يخدموا في واحد الشركة، يجمعوا الفلوس اللي غتحاول أنهم تقضي لهم المصاريف ديالهم، يصيفطوا لوالديهم. واحد مزوج خصو يصيفط لولادو ومراتو إلى ذلك. فكراو واحد البيت وساكنين في داك البيت وخدامين على راسهم لحد الآن كلشي مزيان. كيمشيو كيخدموا كيرجعوا للعمل ديالهم. واحد من الاصدقاء ولا كيتعرف على مول الحانوت اللي في الحمى ديالتهم، فولا كياخد من عندهم مرة داكشي اللي كيحتاجو، زيت، أه فرماج، اي حاجه احتاجها كيجي كياخدها. كيتصارف معاه وكيعطيه فلوس في الاخر ديال الشهر، ولا في وسط يعني وقت ما توجدوا ليه الفلوس كيمشي كيعطيهم ليه. الصديق ديالو عرفوا على مول الحانوت، ولا حتى الصديق ديالو كيمشي كياخد كيتسلف من عند مول الحانوت، وهكاك غادا الامور مزيانه. داز واحد الفرصه، يعني وقت مول الحانوت كان كيتعامل معاهم مزيان، كان كيهضر معاهم مزيان بحكم انه يعني بجوج بيهم يعني كقرابين ليه وكيهضروا مزيان. المهم داز مده طويله لانه مول الحانوت يعني كيتعامل معاهم، داز مده طويله تعطلوا عليه في الخلاص. تلاقى مول الحانوت والصديق الاول، قال ليه ممكن انك تخلصني لان راه تعطلتي عليا وراك عارف اني مصاريف عندي بزاف د الحوايج. الصديق قال لي صافي كون هاني، انا نوجد لك الامور ديالك غادي نعطيهم لك. داكشي اللي طرا، حاول انه يوجد لي فاش تخلص عطاه الامانه ديالته. قال لي وبالنسبه لصاحبك راه مازال ما عطاني والو، راه عييت مع سعيد فيه، راه شتو ما عطاني حتى شي حاجه. قال لي انا غادي نهضر معاه. فاش تلاقاه مشى جلس معاه، قال لي راه مول الحانوت راه ديما كيقول لي راه خصك تعطيه فلوسه، وانا اللي عرفتك عليه، وانا اللي وريتك مول الحانوت، وانا اللي قلت له انا ضامنك. يعني مول الحانوت راه في الاول راه كان كيسلفني غير انا اللي ضمنتك ان. قال لي صاحبه ماشي شغلك، داكشي بيني وبينه، انت ماشي شغلك. قال لي سيدي راه انا مول الحانوت، راه انا اللي هضرت معاه وانا اللي ضامنه، يعني انا اللي غادي نلقى مشكله معاه. قال لي صاحبه ماشي شغلك، خرج هاد السوق. السيد رجع عند مول الحانوت،
خدام من عنده قال لي مول الحانوت نهضر شنو درتي في داك صاحبك زعما راه حنا راه راك عارف راه زيرنا خصنا نشريو السلعه. قال لي كون يعني انا معاك. رجع داسم فتره ورجع عند صاحبو قال لي الفلوس عافاك خلصهم السيد ما بغاش يخلص. قال لي انت ماشي شغلك تخلصو راسك، انا غادي انا ما باغيش نخلص داك الدرهم. قال لي راه السلعه اللي خديتي عنده بزاف، راه اللي وراني مول الحانوت راه بزاف ديال السلعه اللي كتاخد من عنده. قال لي انا عارف كناخد بزاف السلعه وديك السلعه كناخدها وكنصيفطها لمالين الدار. قال لي انا ما كناخدهاش ليا كناخدها ليا وكناخدها لمالين الدار وانا داير هادشي اكسبري باش ما نخلصوش. قال لي صاحبي واش شو عليك صاحبي درتي انا دابا مشكل، انا السيد دابا تيق فيا وعلى ودي انا دار معايا هادشي دابا شنو هاد المشكل اللي درتي معايا. قال لي انا ما غاديش نخلص هاد السيد وانت دبر راسك ما تدخرش هاد السوق. السيد ولا كيمشي لمول الحانوت ديما كيتحرج مع مول الحانوت، ديما كيقول لي مول الحانوت مضرعه واش نتوما ما غاديش تخلصوا انا وكيفاش راسو محرج من قدام مول الحانوت. شنو دار؟ قال اجي نخلصو نعطيه الامانه. داك صاحبي راه نبقى معاه يعطينا الامانه ديالو داكشي اللي دار خلص. دارت الدوره ويتلاقى بصاحبو قال لصاحبو هذيك الفلوس راني خلصتهم عليك وخصك دابا تعطيني الفلوس اللي خلصت عليك باش راك عارف انا دابا راه عطاونا واحد العطله ديال 15 يوم نمشي نشوف وليداتي. ويتعصب عليه صاحبي قال لي كيفاش دابا نتايا خلصتي وانا كنقول لك ما تخلص. انا هادشي ما باغيش نخلصو قلت لك انا اكسبري داير هادشي ودابا انت مخلص عليا علاش انت داير هادشي. قال لي انا اصلا راني نوض غنبدل كاع هاد الحومه صاوب لي شي لاصقنا بزاف انا ما بغيتش نخلصو هادشي. ويتعصب الاخر تحس بالشمتة، حس بانه طالع مع مول الحانوت انه بقى في مول الحانوت وفي نفس الوقت شمت كيفاش انا خدام هاد المده كامله في هاد 15 يوم اللي غنمشي نشوف فيه مراتي غادي نمشي زيرو درهم كيف ما كيقولوا. غنمشي ما غادي نعطي لمراتي لا ولادي لا والو. اجي هاد العطله ما عندي حتى ريال. كيفاش انا خدام هاد الفتره كامله هاد 6 شهور كامل اللي دوزتها مشيت انا حطيتها عليه وكالاخر كان نكونسومي بزاف عند مول الحانوت وحط عليه فلوس نيش كتير. حس بالشمتة كيفاش هذا دارها بيا ولا شنو. وصل الليل صاحبو ناس هو جالس وعقلو خدام بزاف ديال الافكار كيفاش انا مشموش وكيفكر كيفاش غادي يمشي عند مراتو وكيفاش غادي يشوفو ولادو وكيفاش تشوف عائلتو. هي كتساينو تجمع ليه كلشي. شنو قال غندير؟ اش غادي ندير؟ غنقتل هاد صاحبي وغنصفيها له انه هو السبب في هاد المشاكل ديالي. وهنا كنرجعو للمخفر ديال الشرطه عند البوليس. هاد القصه كامله عاودها للبوليسي وقال لي البوليسي واخا فين حطيتي هاد الجثه؟ قال لي راه فين صفيتها له هزيتو وديتو للقبر وحطيتو في يعني ولقيت واحد القبر. راك عارف دابا في القبور كيكونوا موجودين واحد جوج بلايص ولا ثلاثه البلايص اساس الا كان شي واحد غادي يموت ولا شي حاجه كيكونوا موجودين ليه بلاصه. فقال لك جا هز الجثه داها لقى واحد القبر خاوي واحد الجثه وسدها ولغت ليه مع تأنيب الضمير وبقى فيه الحال وبزاف ديال الحوايج جاني شان ديكلارا البوليس. البوليسي تواصل بوكيل الملك شرح ليه شنو كاين. قال لهم وكيل الملك غتشدو هاد السيد ما غاديش تطلقوه وغادي تمشيو معاه وغيوريكم البلاصه فين ذبح السيد وغادي تمشيو تقلبوا ديك البلاصه. سات البوليس طلع معاه السيد مشاو لذاك القبور قالوا لي فين هو القبر؟ قال لهم هو هذا القبر اللي دفنت فيه الصديق ديالي. بوليسي كيشوف كيبان ليه القبر مقاد مزيان. يعني تقول هاد الطريقه باش مقاد هاد القبر راه ما يمكنش يديرها واحد، راه ضروري على الاقل يكون واحد جوج ولا واحد ثلاثه ديال الناس اللي داروها لانه مدفون دفن اللي هو هذاك. البوليسي شد واحد العصا قال اجي مع الذكاء ديال البوليسي قال اجي شد واحد العصا خشي وسط القبر. خشى واحد العصا وسط القبر كيسمع واحد الصوت بحال ديال الخشب بحال التابوت شي تابوت مدفون شي سيد وسط داك التابوت. كيضرب كيسمع داك الصوت دار شاف فيه قال ليه واش متأكد هذا هو القبر؟ قال ليه قال لي ماشي هو هذا القبر. قال لي هذا القبر طريقه باش تدفن ما يقدرش يكون دفن واحد. وثاني حاجه هنايا كاين تابوت. وباش نشرح لكم واحد القضيه باش تفهموا يعني شي واحد علاش كيديروا التابوت. نتوما عارفين ان المغرب راه
يعني كيتشدفن شي واحد راه كيتشدفن النيشان وكدار عليه الرمله، ما كنتعاملوش بهاد القضيه ديال التابوت والجعل. ولكن التابوت كيكون في السبب مثلا شي واحد مات في شي بلد، فاش كيجيبوه من بلد لبلد كيجيبوه في واحد التابوت، وداك التابوت كيديروا ليه واحد التشميع، يعني كيشمعوه. والطريقه باش كيشمعوه كتخلي انه يعني الطريقه باش كيتشمع كيخليو انه حتى شي واحد ما يقدر يحلو من غير الدوله، والدوله هما اللي كيكونوا عارفين، كيشدو نيشان وكيدخلوه في التابوت ديالو. فهاد كيضرب قال هذا راه ما يمكنش هاد الشيء، هاد القبر ماشي هو ويت لها. شو ياك ما هاد القبر لينا ياك قال لي هاد القبر كاملين قدام، هذا هو القبر الجديد. شافو تاهيو شدوه ردوه للبوليس، تواصلوا مع وكيل الملك وقالوا له وكيل الملك باللي راه يعني ها شنو طرا راه قلبنا لقينا ما كاين لا قبر لا والو. وكيل الملك قال لكم قتل صاحبه، قال لهم خذوا الاسم ديال صاحبه وسيروا قلبوا على صاحبه واش بصح ميت ولا واش بصح كاين ولا ما كاينش وشوفوا. شدوا البوليس خداو الاسم ديالو، شنو سميت صاحبك؟ صاحبي هو فلان الفلاني. هزو مشاو كيقلبوا في الحومه ديالته، مشاو تيتصلوا معاه، لقاو الصديق ديالو كاين حي ما ميت ما والو. الصدمه هادي كيفاش هاد السيد كيقول لك قتلناه والصديق ديالو مازال حي. كيتواصلوا مع وكيل الملك كيقولوا ليه راه لقينا داك السيد راه مازال حي. وكيل الملك تيقول اشنو غادي ندير في هاد القضيه؟ غادي نجيب بعدا داك السيد اللي قال لك قتل صاحبو نعيط ليه. عيط له حطو حداه، قال لي واخا عاود ليا، قلتي لنا انك قتلتي صاحبك. ايه. واش متاكد انك قتلتيه؟ قال لي متاكد انك قتلتيه. باش قتلتيه؟ قتلتيه بالموت. فين دفنتيه؟ دفنتوه في القبر. علاش ما لقيناش؟ انا كنقول لكم متاكد راه يقدر يكون غير القبر اللي حدا ولا القبر اللي في الجنب ديالو، خصكم غير تقلبوا معاه. وراه كاين الصديق ديالو برا ولكن ما بغاش يقابلهم. دخل الصديق ديالو برا ولكن ما دخلوش معاه، ما قابلوش معاه، سولو. قال لي واش كتعرف هذا السيد فلان فلاني السميه فلان؟ قال لي هي كنعرفو. قال لي فاش كتعرفو؟ قال لي انا كان ساكن معايا وكنا ساكنين بعضي ما تفاهمناش، وانا خرجت من الدار ومشيت كريت بوحدي واحد البيت الراسي. قال لي هي. ويقول لي واش كان عندك شي مشكل معاه؟ قال لي ما كان عندي حتى شي مشكل معاه، صافي كنا ساكنين ما تفاهمناش وكل واحد شد طريقه. شويه ويخرجوا، رجع دخل صاحبه اللي كيقول انه قتل الصديق ديالو. قال ليه متاكد انك قتلتي؟ قال لي إيه. قال لي واخا انا غادي نجيب الصديق ديالك. دخل الصديق ديالو حطو اون فاس ديالو، تصدم الاخر. قال لها كيفاش؟ كيقول ليه انا راه قتلته. يقول لي هو الصديق ديالك حي ما نقتل ما والو. الاخر مصدوم، ماشي يقول لي انا راه نقول لك راني قتلته، ما عرفتش ما فهمتش انا كيفاش هذا هو قدامي. وكيل الملك حتى هو ما فهمش والو، قال واقيلا فهمت المشكله ديال هذا. عيط للاطباء نفسيين وحطهم معاه. اطباء نفسيين بقوه الاسئله، جيب من هنا من هنا، حاولوا انهم يشخصوا الحاله ديالته. لقاو عندهم مجموعين بزاف ديال الحوايج، اكتئاب مع يعني ما انه يعني امراض كثيره منها انه الصدمه ديال انه غادي يمشي عند عائلته تجمعوا لي. لقاو انه هو في الخيال ديالو تيق انه قتل صاحبه. في الخيال ديالو تيق انه قتل صاحبه لانه بقى الليل كامل كيفكر ورسم المعالم في الجريمه وكل شيء، وجه تأنيب الضمير انه قتل صاحبه. وشي عند البوليس كيعترف انه راه هو اللي قتل صاحبه. البوليس هما تصدموا كيفاش هاد السيد ما عنده حتى شي مشكل. حاولوا يسولوا عليه ياخذوا عليه معلومات، السيد ما عمره ما دار حتى شي مشكل، غادي ستريكت كلشي مزيان. كيفاش هاد السيد غادي يقول لك انه قتل؟ او انه هو دار جريمه بس ما في خيال ديالو، بقوه انه صدقها جا اكتئاب وجاي يعترف انه قتل الصديق ديالو. فاش غادي نقول لكم؟ وفي الاخير يعني حاولوا انهم يشدوا. كتخيلوا معايا انا واحد السيد اللي هو بريء وجاي كيعترف براسو، اول حاجه اللي فشكل خداتو النيابه وداو انهم اصحاء عقليه، حاولوا انهم يديروا ليه علاجات باش انه تمشي منه ديك الصدمه اللي كانت عنده. والحمد لله السيد ولا بخير وعرف لي انه كان مصدوم. وهنايا كيطرحوا لنا بزاف ديال التساؤلات، علاش ولا شنو السبب اللي خلاه انه يتيق هاد
الجريمه اللي هو اصلا ما دارهاش. بغيتكم انكم تفاعلوا معايا، وإلا عجبتكم القصه راه مازال عندي بزاف ديال القصص ان شاء الله نقولهم لكم. الا بغيتوا قصص قصار بحال هادو بارطاجيو معكم، بغيتوا قصص طول من هادو علموني ان شاء الله، وخليوا لي في كومونتير قصه طويله قصه قصيره، وديروا التفاعل وان شاء الله انا غادي نبارطاجي معكم قصص جداد. شكرا ومع السلامه.